فعلتها الجامعة وحسمت الجدل، نهاية الحقبة التي أبكتنا فرحاً. وليد الركراكي يغادر دكة بدلاء الأسود، والبديل اسم لم يتوقعه الكثيرون في هذا التوقيت بالذات. هل هي مغامرة أم رؤية حكيمة من فوزي لقجع؟ انتظروا، فالتفاصيل التي سنكشفها الآن ستغير نظرتكم لكل ما يحدث في دواليب المنتخب. قبل أن نبدأ في التفاصيل، دعونا نجعل هذا الفيديو مليئاً بالبركة. صلوا وسلموا على رسول الله في التعليقات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وإذا كنت ممن يقولون شكراً وليد الركراكي على كل ما قدمته لنا في قطر، فاضغط لايك واكتب في التعليقات ديما مغرب، لنرى كم منكم لا ينسى الجميل. بعد خيبة الأمل المرة في نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال، لم يكن من السهل على الجامعة الوقوف مكتوفة الأيادي. وبعد مشاورات داخلية ماراثونية وتقييم شامل لكل كبيرة وصغيرة، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إسناد المهمة للمدرب محمد وهبي لقيادة المرحلة القادمة خلفاً لوليد الركراكي. القرار جاء ليضع حداً لأسابيع من الإشاعات والتكهنات التي لم تتوقف. قد يتساءل البعض: لماذا وهبي؟ الجواب يكمن في التكوين. الرجل ليس غريباً عن بيت الأسود، فقد راكم تجربة معتبرة مع الفئات العمرية الصغرى، ويملك الرادار الذي يلتقط المواهب المحلية قبل غيره. الجامعة ترى فيه الرجل المناسب لمشروع الاستمرارية، خاصة بعد نتائجه اللافتة مع منتخبات الشباب التي جعلته يحظى بثقة عمياء داخل الجامعة. الغريب والمشوق في الأمر أن أسماء رنانة كانت مطروحة على الطاولة. كان الجميع ينتظر طارق السكتياوي، صانع ملحمة برونزية أولمبياد باريس 2024 وبطل الشان وكأس العرب. حتى الأسماء العالمية لم تغب، حيث طرح اسم أسطورتي برشلونة تشافي هرنانديز وإنيستا لتدريب الأسود في المونديال القادم. لكن الجامعة اختار ابن الدار الذي يعرف خبايا اللاعبين الصغار. وداعاً وليد الركراكي، ستظل دائماً المدرب الذي جعلنا نحلم أننا أسياد العالم. النية لم تكن مجرد كلمة، بل كانت روحاً بثت فينا الفخر. واليوم ونحن نستقبل محمد وهبي، نحن لا ننسى الماضي بل نبني عليه. يوم الخميس في اجتماع المكتب المديري سيتم تقديم وهبي رسمياً للعالم، وستبدأ رحلة جديدة بشعار واحد: المغرب فوق الجميع.